أدان الأزهر الشريف اليوم الثلاثاء بأشد العبارات الجريمة الإرهابية التي راحت ضحيتها الشابة الجزائرية رحمة عياط في مدينة هانوفر الألمانية إثر هذا الاعتداء الوحشي الذي نفذه متطرف ينتمي لليمين المتطرف الألماني. فالأزهر الشريف عبر عن حزنه وتعازيه ومواساته لعائلة الضحية التي تم دفنها ومواراتها الثرى يوم أمس في مقبرة عين البيضاء في وهران، وسط حزن كبير لمن عرفها ولمن لم يعرفها. في البيان الذي أصدره الأزهر الشريف حول هذه الجريمة النكراء يقول: يدين الأزهر الشريف بأشد العبارات الحادث الإرهابي الذي استهدف الفتاة الجزائرية رحمة عياط في مدينة هانوفر الألمانية ونفذه إرهاب يميني ألماني. ويشدد الأزهر على ضرورة التصدي بكل حزم لإرهاب اليمين المتطرف والقومية البيضاء الجديدة. هنا الأزهر الشريف وضع أصبعه على المجرم الحقيقي، لأنه صحيح أنه جار ضحية رحمة هو الذي نفذ الجريمة، ولكنه أداة، إنه عقل تم غسله لصالح قومية يمينية متطرفة ومتصاعدة في أوروبا، في ألمانيا وفي غيرها. فكان منزعج هذا الجار الذي تم القبض عليه، المشتبه فيه الرئيسي حتى الآن، كان منزعجا من حجاب رحمة، وبالرغم من أنها تفادته أكثر من مرة حتى أنها حسب جيرانها لم تقدم أي شكوى ضده، ولكن في نهاية المطاف نفذ جريمته بدم بارد. حتى التعازي، حتى المهاجرين في مدينة هانوفر الألمانية، أنا شفت الورود التي يتم وضعها في مكان الجريمة، يعني ورود قليلة لا تدل على أن هنالك حالة غضب وحالة تعاطف مع رحمة الجزائرية. هل السبب فينا كإعلام أننا لم نقدم هذه الجريمة بكل أبعادها، فلم تأخذ ذلك الصدى حتى يفهم الجميع الرأي العام، ليس الجزائري وإنما الرأي العام العربي الإسلامي والعالمي، أننا بصدد جريمة كراهية، جريمة ضد مواطنة تعمل في ألمانيا، تشتغل في سلك التمريض، تقدم خدمات جليلة للمواطنين الألمان للمرضى هناك، ولكن جريمتها الوحيدة أنها محجبة، فجارها قام بقتلها. ثم الخارجية تحركت وتكلمت مع السفير الألماني، ثم جاءوا بها في تابوت وتم دفنها. فهل تنتهي القضية هنا؟ هذا هو السؤال. فيشدد الأزهر الشريف على ضرورة التصدي بكل حزم لإرهاب اليمين المتطرف والقومية البيضاء الجديدة التي تشكل تهديدا متصاعدا للمسلمين واللاجئين في أوروبا، مع وضع تشريعات قانونية رادعة لهذه الممارسات الإرهابية. يجب أن تكون هنالك قوانين حتى لا تكون هنالك رحمة ثانية وثالثة ورابعة، ويجب على الجزائر أن تتحرك في هذا السياق. يعني ليس دفن الضحية رحمة هو دفن للقضية. بالمناسبة أنا سمعت والدها وعائلتها، عائلتها بسيطة جدا في وهران، نعزيهم، وهو يعني رضي بقضاء الله وقدره، وأكيد أننا جميعا راضون بهذا القضاء والقدر الحمد لله. ولكن العائلة لا تملك من الوسائل ما تستطيع أن تتابع به قضية ابنتها. فهنا مسؤولية الدولة الجزائرية. أين هي جمعيات حقوق الإنسان؟ وأين هم المجتمع المدني؟ وأين هم المناضلون في سبيل الدفاع عن المرأة؟ يعني كثير ممن نسمعهم، ولكن هذه المرة لا صوت، لا أحد. حتى الخبر تاع رحمة عياط هو خبر صغير في نشرات الأخبار، في الصحف، في الجرائد العالمية والعربية. والأزهر إذ يدين هذا العمل الإرهابي البغيض فإنه يتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفتاة رحمة عياط
داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. فتاة عمرها 26 سنة قضت على يد هذا الرجل الألماني المتطرف الذي يسكن في نفس الحي، 31 سنة، الذي يبدو بأنه هو المسؤول عن هذه الجريمة. سكان المنطقة في منطقة أرنو في هانوفر سمعوا صرخات استغاثة متتالية صباحا في إحدى الشقق، ثم عندما دخلوا الشقة وجدوا الضحية غارقة في دمائها ومصابة على مستوى الكتف والصدر وفارقت الحياة. وكما قلت هي لم تقدم شكوى، ربما لا نقول هذا خطأ لأنه لا أحد يعرف ماذا كانت تعيش، وربما قالت هذا تهديد لفظي ولكن لن يتطور إلى جريمة. في نهاية المطاف أيضا يجب تقديم شكاوى ضد هؤلاء المتطرفين. أليست المجتمعات الغربية هي مجتمعات تحترم القانون وحقوق الإنسان؟ فمن المفترض أن هؤلاء يتحركون في هذا السياق حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي. وهنالك تفسير سياسي آخر وهو اليمين المتطرف الذي لن يهنأ له بال حتى يرى كل المسلمين يتعرضون إلى مثل هذه الجرائم. فما أزعج المتطرف الألماني في قتله رحمة هو حجابها، بمعنى آخر إسلامها. إنه لا يتقبل اختلاف في الدين ولا في العادات ولا في التقاليد ولا في اللباس، فارتكب هذه الجريمة. فما مدى مسؤولية هذا اليمين المتطرف عن جرائم أخرى ترتكب وسترتكب للأسف الشديد في هذه المجتمعات التي تدعي حقوق الإنسان واحترام الآخر؟